لما قال صيع قوم آزر أبي إبراهيم، هاتوا الواد إبراهيم ده، قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. في واد كده كان بيتكلم عن الموضوع ده اسمه إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الصيع بقى والبلطجية في كل زمان. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. النصر الإلهي: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة